في تدوينة لك على فيسبوك أسندت تفجيرات سمارة إلى ما أسميته الجيش الصحراوي. هل ذلك اجتهاد شخصي منك أم أنك تملك معلومات من المصدر؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. في البداية أريد أن أستغل هذه المنصة لأنه أريد أن أوجه تحية جلال وإكرام لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، وأريد أن أقول لهم منصتنا رجاء أي تحية لأي طرف في النزاع. سألتك سؤالا مباشرا، هل لديك معلومات أم أن الأمر اجتهاد شخصي منك؟ الأمر الآن في هذه الحادثة التي نتحدث بشأنها يتعلق باستهداف أحياء سكنية، بمعنى ذلك استهداف مدنيين، مما يجعل الهجوم أيا تكن الجهة التي تقف خلفه هجوما إرهابيا. هل أفهم منك أنك تتفق مع هكذا سيناريو وتتفق مع مآلاته؟ لربما سيغير ذلك قواعد الاشتباك إن كانت البوليزاريو هي المسؤولة عنه تحديدا. باختصار لو تفضلت. أتوافق معك تماما، نحن نعارض تماما، وكل إنسان لديه القليل من الإنسانية يجب أن يعارض كل الأعمال الإرهابية التي أعطي المجال من باب التقسيم العادل للوقت بينكما الدكتور عبد الفتاح نعوم. لك أن تعلق، وسؤالي لك هل هناك احتمال أن تكون جهة أخرى ضالعة في تلك التفجيرات، خاصة وأن المغرب أوكل مهمة التحقيق لجهة مدنية في تفجيرات سمارة؟ لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أننا حينما نتكلم عن بوليزاريو الآن نتكلم عن حالة متشظية على امتداد منطقة الساحل والصحراء بما فيها من تدخلات العناصر الإرهابية وللأعمال العدائية الإرهابية التي تقوم بها الحركات الإرهابية، وسلوك إرهابي صرف بصرف نظر عن مدى توصيف التنظيم نفسه. من ناحية أخرى حينما يتكلم ضيفك الكريم لا يميز بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهذا بحث أكاديمي جامعي آخر أعتقد عليه أن يراجعه. حينما يتكلم عن تقارير أمنيستي أو عن تقارير من هذه المنظمات تتكلم عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. الحديث الآن عن منظمة عسكرية تقول أنها في حالة حرب تقوم بقصف المدنيين. أي دفاع عن هذا البند هو يعرضه للمساءلة، وهذا له علاقته بالسلطات الإسبانية، له ذلك شأنه هذا الخاص. من ناحية أخرى حينما نتكلم عن موضوع أنه بوليزاريو قالوا هذا، يقولون هذا الكلام، دعوا إليه في أكثر من مناسبة. ثم مسألة أخرى يقولون أنهم تهجموا أو هاجموا وحدات عسكرية أو قواعد عسكرية. لم يثبت في كل ما تكلموا عنه وفي كل الوقائع التي نقلها الأمين العام، في كل أن تم الحديث عن أي هجوم عسكري. كل ما تقوم به بوليزاريو هو أنها تقوم بإطلاق صواريخ جراد وصواريخ هاون، وهذه الصواريخ محدودة المدى وصواريخ ذات توجه أعمى، غير محاطة بمعدلات تصويب دقيقة، فبالتالي هي صواريخ عشوائية يمكن أن تقصف أي شيء. الآن قاموا بقصفها من أقرب نقطة إلى السمارة، وهي من الحدود الموريتانية، من أجل توريط موريتانيا من ناحية، ومن أجل التعبير عن أنهم ذاهبون إلى الانتحار، لأن هذه سلوكات اليائسين، هذه ليست سلوكات محاربين وإنما سلوكات منتحرين. الجزائر وبوليزاريو معذوران في هذا، ليست لديهم المزيد من الخيارات. حينما يتكلم مثلا أستاذ من إسبانيا عن أنه في القرقرات حصل المغرب وقام، صدر التقرير 26/02 والتقرير 26/54 ولم يتكلم عن أي عمل عدائي قام به المغرب تجاه من كانوا يتواجدون في القرقرات، بالرغم من أن كل الإثباتات والصور والفيديوهات وحتى العابرين من جميع الدول والجنسيات يتكلمون على أنه كان هناك أشخاص يحملون السلاح ويعرقلون معبرا مشبولا بتدابير المنظمة الدولية للتجارة الدولية أو منظمة التجارة الدولية. فبالتالي الحديث عن أشياء وربط أشياء بعلاقتها مع أشياء أخرى لا علاقة لها ببعضها البعض. الإجرام ثابت في حق بوليزاريو، هذا تعبير يائس عن فشل وإحباط. ثم مسألة أخرى مهمة جدا، القرار الحالي الذي صدر قبل دقائق قليلة وصوت عليه ب 13 صوتا، هذا القرار فيه إحباط وفشل إضافي لبوليزاريو، وهم قالوا هذا، رفضوا القرار 26/02، رفضوا القرار 26/54 وسيرفضون هذا القرار لأنه يكرس واقعا واحدا، هو أنه الشراكة مع الأمم المتحدة تقتضي بالتسليم بأنه لا يمكن أن يكون حل لهذا النزاع المفتعل إلا بحل دائم متوافق عليه مرضي لجميع الأطراف. أستاذ طالب، أريد أن أرد بطريقة مختصرة على ما قول ضيفكم، على أنه الدليل الوحيد الموجود لديه هو على أنه شخص ما اسمه أو لقبه الصحراوي. هذا دليل له علاقة على أن البوليزاريو لها علاقة مباشرة مع المجموعات الإرهابية. فإذا كانت الأشخاص التي تنشط في مجموعات إرهابية هي الدليل القاطع، تقارير أوروبية تقول على أنه 90% من الإرهابيين الذين يقومون بعمليات إرهابية في أوروبا
أوروبا هم من جنسية مغربية. هذا دليل قاطع على أن المغرب دولة إرهابية. يا أستاذ طالب، أرجوك من باب إنصاف الحق. لم أقرأ تقارير مما تشير إليه هنا في أوروبا. أنا أقيم في أوروبا وأشتغل في الإعلام، لا توجد تقارير من هذا النوع، فأرجوك. لا مشكل، يعني المشاهدين لديهم الإنترنت وهم حكم بيني وبينك وليس بينك وبين الدكتور عبد الفتاح.